بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير على خير يا رب، ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اليوم جبت لكم تشكيلة تاع حلويات 5 انواع بعجينة واحدة 250 غرام مارغرين، تخدم لك اكثر من 50 حبة. هذو الانواع اللي راكم تشوفوا فيهم بطريقة سهلة بسيطة، بعجينة واحدة وانتي كملتي كاطو نتاع العيد نتاعك. وهذه العجينة راني أنا كنت عدلت فيها وعدلت فيها حتى وصلت للقوام اللي راكم تشوفوا فيها، تجي هشيشة وفي نفس الوقت تقطع كمية كبيرة. بما أني أنا كنت نخدم الحلوى كنت حابة وصفة تجي النتيجة تاعها مليحة وفي نفس الوقت تكون اقتصادية وزاكية. جربوها وادعوا لي، أكيد ياسر ياسر منكم جربوها وراهم عادوا معتمدين عليها. المهم دوك نعقبوا للوصفة. عندي 250 غرام مارغرين، كاس نتاع سكر ناعم، نصف كاس نتاع زيت، ورشة نتاع الملح، ونخلطوا هذو المقادير جيدا. إذا عندك الضراب الكهربائي خلطي به، ما عندكش خلطي بيدك، أنا مرة خدمتها بيدي عادي. المهم لازم تخلطوا هذو المقادير جيدا حتى يصبح القوام كريمي. وهنا نروحوا لأهم أهم سر في هذه العجينة، هي راني ضفت 3 حبات بيض، نضيف بالبيضة الواحدة. وضروري يا البنات راني دائما أكد عليكم، إذا حابين الصبي تاعكم يجيكم أملس ويجيكم هشيش لازم هذاك البيض تدخلوه في المارغرين حتى يصبح القوام كريمي بهذه الطريقة. يعني ما طلبنا منكم والو، فقط دخلي هذاك البيض في هذاك المارغرين وشوفي النتيجة نتاعو. من بعد ضفت الفانيليا ونخلط كما راكم تشوفوا. بعدها ضفت نصف كاس نتاع نشا، تقدروا تضيفوا كاس تاع نشا، بصح انا دوك عدت نضيف نص كاس تاع نشا وتجي النتيجة مليحة. وندخلها كما راكم تشوفوا. بعدها نضيف كيس خميرة كيميائية، وكي نقول لكم كيس خميرة كيميائية ما تخافوش، راكم شفتوا النتيجة راهي ما تنفخوا ما والو، ما تبدل الشكل تاعها. وضفت تقريبا شوية تاع فرينة، واحد نصف كاس. وهذيك الخميرة الكيميائية لازم تغربلوها مع الفرينة، ضروري جدا باش توزع على كامل العجينة وما تجيكمش هذيك القرصية تاع الخميرة. وندخل كما راكم تشوفوا. ومن بعد هذا الخليط قسمته على 4، نحيت الربع لأني راح نضيف له الكاكاو، واما الباقي راح نضيف له الفرينه كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على عجينه طريه. وراني ناكد لكم يا البنات ما تنشفوهاش ياسر، تقول لك خرج لي الزيت من العجينه ولا تشقت لي ولا تفتت لي لانكم نشفتوها. لازم تخلوا العجينه طريه كما راكم تشوفون. ندخل بشويه بشويه حتى تصبح بهذا القوام اللي راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش تكون طريه، راني اكد عليكم يا البنات لازم تكون طريه. بعدها قسمت العجينه تاعي على 2، هذاك الجزء الكبير هاو نص، واما نص الزوج قسمته على 2. هذوك السقال اللي راكم تشوفوا فيهم انا لازم ترقصوا لي، انا راح اتخلط لكم لانه رايحين نخدموا بها شحال منه. هذا الجزء الصغير ضفت له عطر الليمون. نعاود لكم العجينه كامل هذيك تاع الصابلي اللي ضفنا لها الفرينه قسمتها على 2، الجزء الكبير راني خليته درتو على جهه، واما النصف قسمته على 2. جزء درت له عطر الليمون، واما الجزء الثاني ضفت له شويه كاوكاو ليكون محمص او مرحي ركيك. انا ما تهمش كميه الكاوكاو، ديري واش حبيتي، درت تقريبا واحد 2 ملاعق كبار. وهنا خلاص نكونوا تهنينا من العجينات. هذاك الربع اللي قلت لكم خلوه على جهه ضفت له ملعقه كبيره تاع كاكاو، والكاكاو ولا بنوصيكم لازم تصفوه بهذه الطريقه. وضفت شويه عطر الكراميل ولا عطر الشوكولا، اذا ما عندكش راه درنا العجينه فانيليا وزيد راه الكاكاو راه معطر. ونخلط ونبدا نضيف في الفرينه. هنا ثاني ناكد لكم يا البنات، خصوصا العجينه تكون فيها الكاوكاو ولا الكاكاو في زوج في ساعه ينشفوا، يعني لازم نديروهم طريين. شوفوا كيفاش تكون. وانا هذول الانواع نتاعي. اول نوع اول عجينه لازم تبداو بها كما قلت لكم تاع الكاكاو لانها تنشف. فتحتها بهذا الشكل وطبعتها، اطبعوها بالشكل اللي متوفر عندكم، مش شرط تقيدوا بواش طبعت انا، ولازم تخشنوهم شويه البنات ما ترقوهمش. واما هذه العجينه اللي ضفت لها الكاوكاو ثاني، الكاوكاو كما قلت لكم راه ينشف، نبداو ثاني بها وطبعتها بهذا الطابع. ثاني نوصيكم ما ديروهمش رقاق ياسر. واما هذه العجينه اللي كنت ضفت لها عطر الليمون، ثاني طبعتها بهذا الطابع.
كما راكم تشوفوا. واما هذيك العجينه اللي قلت لكم نصف وخليناها هكذاك بالفاني، نحيت جزء على جهه وهذا الجزء راح نخدم به الصابلي العادي، وهذا احسن نوع اللي نحبه. هنايا كي تكونوا رايحين تطبعوا الصابي تاعكم لازم تبداو بالحبات اللي يكونوا مثقوبين، لانه هما اللي يجوا في الواجهه باش يجيو الشكل تاعهم املس. والطبع نتاعكم لازم ترشوه بالفرينه، ديروه في الفرينه باش ما يلصق لكمش. لازم ثاني تفتحوا على كيس بلاستيكي باش كي تكونوا ترفعوا في الحبات ثاني يجيكم ساهلين. وهذه هي النتيجه. واما هذيك العجينه اللي قلت لكم خليتها على جهه اللي نحيتها دركي من هذا تاع الصابلي، العجينه تاع الصابلي اللي خدمت بها هذا درتها في هذو الليمون ونشكلوهم بهذه الطريقه. وهي عطات لي 10 صابلي، ثاني كانت عطات لي 10، وهذوك ثاني وحده عطات لي 12، وحده هاهم قدامكم احسبوا، حبسوا الفيديو واحسبوا. يعني عطات لي هذه الكميه اكثر من 50 حبه. هنايا نجو للتزيين نتاعهم. نبداو بهذا اللي التزيين تاعو سهل، لصقوا كل 2 حبات بمعجون اللي متوفر عندك تاع المشماش اللي متوفر عندك كما راكم تشوفوا. واما هذون كانت عندي كريمه نتاع الزبده، راني دايره لكم شحال من وصفه في القناه، ادخلوا وتلقاو ان شاء الله. راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. وفي الوسط درت كراميل. وهنايا هذا تاع الليمون كان عندي لا جولي، تقدروا ديروا سوبر كرام كما حبيتوا، تقدروا كامل تستغناو. هذاك لا جولي زدت له عذر تاع الكراميل. وهنا درت هذيك زبد كريمه الزبده، وفي الوسط درت هذاك لا جولي اللي بذوق الليمون، ونسويها بهذه الطريقه. واما هذاك اللي كنت ضفت له اللي كنت ضفت العجينه تاعها الكاوكاو، كنت لصقتهم بهذه حلوه الشام اللي الذوق تاعها هايل. تقدروا تلصقوا بالكونفيتير، تقدروا تلصقوا كونفيتير وتزيدوا له حلوه الترك، يعني تبقى اختياري واش متوفر عندك. هنايا ثاني كنصيحه كي تكونوا حابين تزينوا هكذاك بالكاوكاو، دهنوها بلا جولي تجي شكلها احسن ملي تدهنوها بالمعجون. وانا درت هذا الكاوكاو يفيلي يكون محمص. ومن بعد نرش السكر. ياس اللي سقسوني كيفاش يلزق السكر، البنات مجرد انك ترشيه في الكاوكاو في الكاطو تاعك، ما تضيفي والو، ما تدهني ما والو، راه يلصق. راني ناكد لكم باللي يلصق. ومن بعد في الوسط درت المعجون تاع المشماش. كما تقدروا العجينه كامل هذه اللي درناها ديروها صابلي ثاني يجيكم ما شاء الله، يعني تختصري. اما هذه النوع اللي رانا كنا درنا له الكاوكاو لصقناه بحلوة الشام، كنت قلاصيته بشوكولا بيضاء، ومن بعد درت له خطوط بالشوكولا بني، شوكولا بالحليب. وقبل لا تنشف لازم ديروا هذوك الخطوط، تروحي هاكو كما تاع الملفاي، ديري خطوط ومن بعد تعكسيهم. واما هذاك تاع الليمون كنت ضفت الشوكولا بيضاء، ضفت لها عطر الليمون. صراحه هي من الاحسن ديروا لاصاج تاع الليمون. راح ايضا نخلي لكم في صندوق الوصف الكلاصاج تاع الليمون ثاني يجي ما شاء الله. انا لاني باش نختصر درت شوكولا ولونتها بالاصفر. واما تاع الشوكولا كما دائما نقول لكم لكل 100 غرام تاع شوكولا ضيفوا لها ملعقه تاع زيت ونقلصوا الحبات تاعنا عادي. شوفوا كيفاش تجي. وهنا التزيين كما راكم تشوفوا درت خطوط ودرت نص حبه تاع بندق وهذوك الحبيبات تاع شوكولا. واما هذه للحشوه كان عندي كاطو تكسر لي رحيته، زدت له شويه كاوكاو، وزدت له تقريبا واحد الملعقه صغيره تاع مارغرين، ونبدا نلم من المعجون تاع المشماش. هذيك الدور تاع المارغرين راح تخلينا الحشو تاعنا يبقى طري. والله البنات صراحه انايا صراحه بديت نخلط وخلاص، بصح والله العظيم جاب بنين ياسر ياسر ياسر. جربوا الكاطو اذا تكسر لكم، زدتوا شويه كاوكاو لموه بالمعجون وتشوفوا الذوق. وهنايا كان عندي كاوكاو اللي يكون بالقشور تاعو رحي تركي كما راكم تشوفوا، وزينتهم وخلاص. فقط حبيت نعطيكم افكار، مش شرط انك ديريهم كاملين اكيد، ديري واش عجبك. وهذا هو الشكل النهائي نتاعهم. جاو ما شاء الله يجوا ذوب وذوبان في الفم. وشوفوا الشكل نتاعهم وقولوا لي في التعليقات اما شكل عجبكم. انا عجبني هذا الشكل وهذا الشكل الصابلي والاول. هنايا نكون وصلت لنهاية الفيديو. أمانة البنات إذا كملتي الفيديو وصلتي لهنايا ما تنسي ديري لي جيم للفيديو، وإذا مش مشتركة في هذه القناة اشتركي وفعلي الجرس. نقولكم إلى وصفات قادمة إن شاء الله.
السلام عليكم.